ديال تشرفات بالزياره ديال السيد العامل لاعطاء انطلاق هذا المقطع الطرقي اللي في المشيخه ديال ولاد دريس. وكما شفتوا تكلمنا مع السيد العامل ووعدنا جميع الاعضاء ديال بني شكدان والسيد الرئيس الاخوان ديال المجلس تكلمنا معاه وعدنا انه يكملوا هذه المقاطع الاخرى اللي باقا، هذا اللي تيمشي من العجان للكوليج ومن الهلال للكوليج راه تكلمنا فيه. طبعا هذا المقطع فيه هنا وفيه لسوس. تكلمنا ايضا مع السيد العامل على الطرقات اللي باقا، خاصه الطريق ديال ولاد مسعود اللي غالبا غادي تعطى المارشي ديالها في هذا شهر 9 ولا في هذه الايام القليله القادمه، شهر 7 8 9 دابا 7 هو خرج، هي والطريق ديال ولاد علي باش نكملوا الشبكه الطرقيه في الجماعه كامله. طبعا كاين مشاريع اخرى اللي تتعيشها الجماعه واللي انطلقت فيها ملاعب ديال القرب اللي كاينه لا في ولاد دريس لا في الهلال لا في هلسوس، وقريبا غتكون في ولاد علي وفي المركز ديال البلاديه اللي غيتعطى. راه المارشي ديال الملعب ايضا غتبدا الاشغال فيه، المارشي ديال المسبح ايضا. كاين واحد المجموعه ديال المشاريع اللي انطلقت في البلاديه، ربما السيد الرئيس قال لكم الشطر منها. اليوم هذه الشبكه الطرقيه اللي كاينه عندنا في الجماعه فعلا باقي عندنا خصاص، في الطرق اللي هي مهرسه وخصها تعاود بحال ديال ولاد علي وديال ولاد مسعود، وباقي عندنا طرق اللي هي كانت تلغات بسبب التخلي ديال المقاولين، بحال ديال التويميه، بحال ديال ولاد عمر، بحال ديال وهذا، هما علاش نخدموا دابا اطار اتفاقيات كيما هذا الطريق اللي اليوم حنا جينا ليها دوزنا فيها اتفاقيه هذه السنه هذه في المجلس مع المبادره الوطنيه ومع المجلس الاقليمي، واليوم هي تعطات الانطلاقه ديالها. اللي تنطلبوا من الساكنه هما يتعاونوا معنا بشويه ديال الصبر وديال التفاهم. كاينه حمله شنيعه على المجلس، حنا ما غاديش نجروا ليها اننا نبداو نردوا على داك الشيء ديال الاستغلال السياسي. اللي تيهمنا حنا هو التنميه، هو المواطنين توصلهم الطرقات، هو المواطنين يوصلهم الواد الحار، هو المواطنين توصلهم المشاريع التنمويه. وهذيك الساعه ساعه الانتخابات راه باقا توصل الانتخابات، واللي بغى يتنافس يتنافس. شكرا. 30 11 راه تكلمنا عليه مع السيد العامل، وراه شفتوا شنو قلنا للسيد العامل، شرحنا ليه طبيعه الاتفاقيه اللي دايره الجهه مع وزاره التجهيز. كاين تاخر بين وزاره التجهيز باقا ما اشرات على الاتفاقيه الاطار، ولكن طلبنا من السيد العامل التدخل ديالو المباشر باش انها هاد الطريق هذه تبدا. علاش؟ لان فيها 6 الجماعات في الاقليم ديال الفقيه بن صالح، راه ماشي غير هذا الشيء ديال ولاد دريس، راه جايه من سوق السبت وغدوز على سيدي حمادي، ولاد بورحمون، سيدي عيسى، البراديه هنا في ولاد دريس وفي ولاد علي، وتمشي على الخلفيه 6 الجماعات اللي عندنا وتكمل حتى لهاد تقريبا فيها واحد 57 كيلومتر اللي غاديه تكون فيها طريق ممتازه. ولكن هذا الشيء علاش طلبنا من السيد العامل انه يتدخل، وراه شفتوا قال المصالح ديالو ان غنديروا اجتماع عاجل مع الممثلين ديال التجهيز باش يباشروا تكون خارج الاتفاقيه اللي كاينه مع الجهه باش تسرع، لان الوضعيه ديالها ما تتعجب حتى شي واحد. شكرا.